بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم إن شاء الله بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أخبار المنتخب الوطني. المنتخب خاض مرانه الأخير اليوم قبل السفر إلى موريتانيا استعدادا لخوض منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب إن شاء الله. المنتخب تدرب على النجيل الصناعي في ملعب نجيل صناعي ترتان، لأن الملعب اللي هيلعبوا عليه في موريتانيا نجيل صناعي. المنتخب هيطير بطائرة خاصة اليوم الأحد عصرا إلى موريتانيا. المباراة ستقام إن شاء الله يوم الثلاث القادم يوم 15/10. يغيب عن الرحلة أو البعثة نبيل عماد دونجا للإصابة، ويغيب عن البعثة أيضا محمد صلاح من أجل إراحته، وفي هنا علامة استفهام، أجل إراحته ولا من أجل النجيل الصناعي والترتان، أن ركبة صلاح بتتعب من الترتان؟ مش عارف بصراحة. طبعا كلنا عارفين ان رصيد منتخب مصر 9 نقاط من 3 مباريات بالفوز بالعلامة الكاملة، ويحتاج الى نقطة واحدة لضمان التأهل ان شاء الله. دي كانت اخر اخبار المنتخب القومي على السريع. بالنسبة لاخبار النادي الاهلي بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النادي الاهلي كان لعب مباراة ودية مع حرس الحدود وفاز 3-0 في الاستعداد لكأس السوبر المصري الذي سيقام في أبو ظبي بالإمارات في الفترة من 20 ل 24 أكتوبر الحالي. فالأهلي بيبحث عن مباراة تانية في إطار الاستعداد لمباريات السوبر المصري. طيب، بالنسبة لأخبار نادي الزمالك بعد ما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الزمالك لعب مباراة مع الشرقية للدخان، تعادل فيها 1-1 مع الشرقية للدخان، وجاب الجون بتاع الزمالك سامسون. أنا شايف بصراحة إن سامسون تخصص مباريات ودية، لكن في المباريات الرسمية مش عارف إيه اللي بيحصل له. فالزمالك تعادل مع الشرقية للدخان 1-1 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الزمالك ضمن استعدادات الزمالك لمنافسات ومباريات السوبر المصري المقرر إقامته في الفترة من 20 ل 24 أكتوبر الجاري. ومع الأسف خبر مش كويس، إن إيقاف القيد بنادي الزمالك للمرة الكام مش فاكر، احسبوا انتوا واكتبوا في الكومنتات، اللي يعرف يكتب في الكومنتات. إيقاف القيد بنادي الزمالك بسبب باقي يعني مش كل مستحقات أتشمبونج، لا، باقي مستحقات، أظن كانوا $100,000 ولا حاجة زي كده. فالقيد في نادي الزمالك وقف بسبب باقي المستحقات دي. أتمنى أن مستحقات تدفع والزمالك يرجع لوضعه الأصلي والطبيعي، والمنافسة على جميع البطولات التي يخوضها ويشترك فيها إن شاء الله. دي كانت الأخبار اللي عندنا على السريع كده، ونتقابل على خير إن شاء الله في لقاءات قادمة، ونقول السلام عليكم.